وإنك لتعجب من أهل الدنيا إذا أرادوا أن يدخلوا في تجارة فإنهم دائما يسألون أهل الخبرة وأهل التجارب الذين سبقوهم في هذا الطريق: ما أوجه الخلل في هذه التجارة؟ أي الشركات نتعاقد معها؟ ما نوع السلعة؟ أي بلد نستجلب منها هذه السلعة؟ فإذا كنا نجيد هذا الأمر وهو من أمور الدنيا، فلا أن نجيد كيف نصل إلى الله عز وجل وإلى النهايات المحمودة في طريق العلم من باب أولى. ولأن التاجر إذا زلت به قدمه فإن قصارى خسارته أن يخسر في تجارة، يعني يخسر شيئا دنيويا. وأما طالب العلم إذا تعثرت به قدمه أو وقع في شيء من هذه الأخطاء والخلل فإنه ربما يودي بحياة أمة كاملة. فإذن الأخطاء في عثرات طالب العلم أقوى آثاراً وأعظم نتائجاً من الأخطاء في طريق التاجر.